السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. يلا بينا نخلل اللفت. ايوه، الصورة اللي انتوا شايفينها دي صحيحة. هنحطه في المية المغلية. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي. اولا لما تيجي تشتريه لازم تشتري اللفتاية اللي هي تقيلة في ايدك، توزنيها كده في ايديكي تلاقيها تقيلة عن اي واحدة تانية. دي اعرفي ان هي جوه من جواها يعني مندمجة كده هون، والانسجة مندمجة مع بعضها، واللفت بيبقى حلو قوي. يعني مبيبقاش عامل زي السفنج كده من جوه. بصوا من جوه مندمج ازاي، مندمج كده مع بعضه، ما بيبقاش عامل زي السفنج. عشان لما بيبقى عامل زي السفنج كده بيبقى طري قوي لما بتيجي تخلليه. خلاص، هاخد كده اللفت واقطعه بالطريقة ديت اللي حضراتكم شايفينها. هقطعه كده شرايح مدورة، وبعدين اقطعه صوابع. خلاص، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان نكبر بيكم وليكم ونقدم لكم كل جديد ان شاء الله. خلاص، هنقطعه بقى كده. وطبعا لازم تجيب اللفت اللي هو لونه من بره بنفسجي كده زي ما انتوا شايفين، علشان لو مش عاوزة تحطي له بنجر هو ممكن كده يبقى لونه بامبا من القشرة البرانية ديت، يعني ياخد اللون بتاع القشرة البرانية، بس هيبقى طبعا افتح من اللون دون بكتير. بس طبعا احنا في العادة بنحط له بنجر عشان نضمن ان هو يبقى لونه احمر كده وجميل. خلاص، هنقطع بقى الكمية كلها. انا جايبة بقى ما شاء الله كده 4 كيلو. طبعا هقطعهم بالطريقة ديت، وهكون محضرة بقى معايا المرطمانات اللي هحط فيها اللفت. وطبعا الملح انا مش بخلله باكتر من كده، الملح والمية المغلية. طبعا المية المغلية دي يا جماعة بتخليه كده اولا مقرمش ويستوي بسرعة وما يريمش، وفي نفس الوقت ما يقعدش غير قد مثلا 4 ايام، بالكتير 5 ايام وتاكلي منه وبألف هنا وشفا مقدما. بصوا بقى، هحط بقى كده في البرطمانات. طبعا البرطمانات دي نظيفة جدا ومتنشفة ونظيفة ومتعقمة وزي الفل. خلاص، هاخده بقى احطه كده في البرطمانات، ومعايا بنجرايه كده مقطعاها مكعبات. في كل برطمان هحط مكعب واحد بس من البنجر. وادي الميه زي ما حضراتكم كده شايفين، ميه اهي بتغلي في الكتل. خلاص، هتحطي بقى اللفت في قلب البرطمانات، وحاولي كده ايه ان انتي تزنقيه مع بعضه عشان ما يبقاش فيه فراغات كتيره جوه البرطمان. خلاص، وطبعا الملح بتاعي الملح العادي جدا بتاع الاكل، او ملح خشن زي ما يعجبك. بالطريقه دي يا جماعه هتاكلوا احلى مخلل لفت او لفت مخلل رائع. زي ما قلت لحضراتكم، الميه المغليه بتحافظ عليه ان هو ما يطراش قوي ازيد من اللازم، لان لما بيقعد في الميه الساقعه بيقعد كتير عمال ما بيتخلل، فبيبقى طري كده من جوه، لحمه كده طري بيبقى مش حلو. والميه المغليه بتحافظ عليه ما يريمش، لان بيبقى معقم، ما بيبقاش فيه طبعا الفطريات اللي بتبقى في الميه احيانا بتخليه كده يعمل ريم من فوق، بيبقى مش حلو ابدا. وفي نفس الوقت بيبقى تخليل كده على السريع. ولما تحبي بقى تحتفظي بيه بعد ما يتخلل، ممكن تحتفظي بيه في التلاجة في البرطمانات زي ما هو كده. خلاص، هناخد بقى مقدار المية مع الملح. هناخد لكل لتر مية 5 معالق ملح كبيرة زي ما حضراتكم شايفين، اللي هي معلقة الأكل. طبعا أنا عندي الكاتل هنا، انتوا عارفين ان هو الكاتل بيبقى مرقم. يعني أنا عارفة ان أنا دلوقتي غالية حوالي 1.5 لتر، أخدت لتر، يعني أنا عارفة مقداره.
زي ما حضراتكم شفتوا انا حطيت عليه 5 معالق ملح. دوبي بقى الملح كويس وصبي في البرطمانات. هتاكلي احلى لفت مخلل ممكن تعمليه. هنغطي بقى، نملى البرطمان على الاخر بمحلول المية والملح ده، وهنغطيه بالغطا بتاعه. وطبعا هيفضل كده في المطبخ عادي جدا كده، في المطبخ على الترابيزة او في اي مكان، بحيث ان هو يتخلل. يعني في الوقت ده ما تحتفظيش بيه في التلاجة، يعني هيبقى بره التلاجة خلاص لغاية اما يتخلل. طبعا لقيت المية قليلة، اخدت نص لتر وهحط عليه 2.5 معلقة ملح علشان ما يبقاش حادق ازيد من اللازم. انا لا عايزاه حادق قوي ولا عاوزاه من غير ملح، لان من غير ملح كده يبوظ. لو الملح بتاعه قليل يبوظ منك المخلل. هبصوا المية مدخنة اهو زي ما حضراتكم شايفين. خلاص هحتفظ بقى بيه، قلنا هيسيبه يتخلل كده في المطبخ 4-5 ايام بالكتير، وهفتح عليه. وادي يا جماعة شكله بعد ما اتخلل، بصوا بقى لونه وشكله يجنن. هنفتح بقى كده البرطمان ونسمي بالله ونصب بقى كده، ويلا كلي بقى مخلل لفت مخلل في موسم اللفت. احلى وانضف 1000 مرة من الترشي او المخلل اللي بتجيبيه من بره. لونه وشكله وطعمه حاجة كده تحفة، وبألف هنا وشفا مقدما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. بصوا بقى مقرمش، ما هوش طري ممهمط، لا بتحسي كده بالقرمشة بتاعته لما تقطمي كده، وتحسي بالقرمشة بتاعته رائع. بألف هنا وشفا، وزي ما قلت لكم ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.